من هنا بدأت أحس إن ريتشارد من البداية عايز يعمل حكاية. أنا كنت عايز أمشي من الجنوب للشمال مسافة 600 كيلو، فالمصريين قالوا لي بلاش، فواحد وقفت على الصحراوي مش عارف، قعدت أدور ما لقيتش حد لغاية ما وقفوا لي اتنين، كنت خايف أركب معاهم فودوني على اسم الشرطة. فاهم الجو ده؟ عشان يدي بقى إيه للفيديو جو المغامرة بقى اللي هو عايز يعيش فيه. I guess it was my lucky night because حشنا التعيين يا رجالة والله، رديف 25 يحد 2 3. not only I could stay the night, they also treated me to this amazing meal. Sadly, I couldn't film much on that, but this was the place where I could sleep. نعمة مبيت العساكر اللي أنت نايم فيه ده عز بس للي جرب. When I woke up, they gave me this amazing breakfast, which was really nice, again. But then when I wanted to say bye to start hitchhiking again, they said I was not allowed to leave, and the only way they would let me leave was in a taxi van. ليه بتقلقوا الناس من الجنوب يا جماعة؟ الجنوب أمان والناس واقفة معاه وبيتوه أكلوه شربوه، ليه مش عايزينه يمشي لوحده ولازم تركبوه الهاي اس؟ No matter how much I tried to convince them, they wouldn't let me. When I got out of the minivan, the police was already waiting for me. معاملة الأجانب يا جماعة، خرج لقى عربية البوليس واقفة مستنياه وواحد بيفتح له الباب وممكن يكون في واحد وراه شايل له الشنطة والدنيا زبادي خلاط. To escort me to a hotel. And basically, from then onwards, they wouldn't leave me alone anymore. وديناه عند فندق مبارز السياحي عشان يبات ليلة. سيبنا احنا كده بقى ولا لسه معاه؟ The next morning, when I woke up, I saw they were already waiting for me, and the rest of the day, they followed me anywhere. Whether it was a نعمة البلد دي اوفر امان، البلد دي بتبظ امان كده. صحي من النوم الصبح لقى عربية الاتاري واقفة مستنياه بطقم حراسة جديد، هيتابعوه منين ما يروح يا باشا، احنا معاك. they were there. Even though I'm so grateful that they took care of my safety. حلاوة يا ولاد. يعني انت قلت لهم عايز انزل اتمشى شوية، فضلوا يتمشوا جنبك لغاية ما تزهق وترجع تركب تاني. The goal of meeting local people through hitchhiking failed because to the next town they also put me in a minivan. So ان هو ممتن من الناس دي محافظة على حياته، لكن هو كان عايز يتحرك لوحده. طب انت كنت عايز تتحرك لوحدك ليه؟ if your goal was to hitchhike in Egypt, you probably won't succeed. كنت عايز تصور ناس في مواصلات. عموما غيرك نزل وصور الناس في مواصلات، وما عندناش اي حاجه نخاف منها ولا نتدارى منها، لا في المواصلات ولا في الشارع، والشارع منتهى الامان ودولتنا منتهى الامان. ولو عجبك النوع ده من الفيديوهات اعمل فولو واستناني في فيديو جديد. سلام.